خوتي، مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندي فلاشان تاعنا كلمة حق مع المذيع الرسمي تاع قطع الياس اللي هو انا. خوتي كاين واحد الموضوع هذه المرة جد حساس صار في المجتمع الجزائري، يعني ما كان حتى واحد ما يحسب الجمرة غير اللي كواتو، ولكن اللي كواتهم ما عندوش كيف يهضر علاه لنقص الامكانيات المادية والمعنوية. ولكن احنا هذا الموضوع ناخذوه بعين الاعتبار باه نعاونوا خاوتنا ونطرحوا هذا المشكل ونطرحوا معاه الحل ان شاء الله بربي. ربي يسخرنا الرجال، اللهم امين. خاوتي هذا المشكل وش هو؟ مثلا نقولوا واحد يجي يكري محل على مولاه، يتفاهموا توافق بالتراضي، نقولوا يكريه مليون للشهر. هذا التوافق بالتراضي ما كان حتى ماده قانونيه، يعني باش تثبتوا صافي لازم يروحوا عند الموثق. يروحوا عند الموثق كما نقولوا احنا باش يديروا الكونطرا. مثلا نقولوا احنا باللي داروا كونطرا تاع عامين كل شهر مليون، صح؟ للاسف الشديد يعني الاغلبيه الساحقه ما يديكلاريوش يعني المبلغ الاصلي للكراء. صافي هو كاري له مليون، هو يكتب كاري له 350 مثلا ولا 400 الف. علاه هنا واش تولي نقطه للتهرب الضريبي، يولي صاحب المحل يتهرب من الضريبه ولكن التاجر يخلص كلش، صح؟ المشكل ما يحصلش هنايا، المشكل هو انه بعد مرور سنتين من الكراء اغلبيه يزيدوا في الكراء، وهذا الشيء اللي راه يعم المجتمع الجزائري ما يخليش التاجر يخدم وما تخليش الدوله تخدم، صح؟ علاه؟ لانه التاجر يولي دائما خايف. واش تعطينا صوالح؟ تعطينا عدم استقرار التاجر، يعني دائما مطروش، عندنا النرفزه، دائما مقلق من خطرات يخسر مع لي كليون تاوعو، عندنا غلاء المواد، كاين وين شي بلايص تروح تلقى حاجه غاليه بطريقه غير عاديه. علاه؟ باسكو هو كاري غالي. عندك الضغط في الحياه العائليه، وهذا هو المشكل الكبير. كاين ناس بزاف المشاكل نتاع الخدمه يدوهم للدار. خاوتي ننصحكم مشاكل تاع الخدمه خلوهم في الخدمه باه تكون الحياه مستقره ان شاء الله، صح؟ عندك الخساره تاع الدوله، هذه خساره التاجر. خساره تاع الدوله وين تكون؟ الخساره في الضرائب. على هادو زوج كفات دائما خاسرين. كاينه كفه واحده رابحه، شكون هو؟ مول المحل، ربي يزيدو في مالو، ولكن عنده النوم الهنيء والمال وافر، يعني رداو تمونجي، صح؟ هنا باش نخلو الكفات كاع متوازنين واش لازم لنا؟ لازم لنا قانون يحصر الزياده للتاجر، يعني صاحب المحل يحصر الزياده هذه. انا مثلا نقول باللي داروا كونطرا على عامين، انا نقدر نقول باللي ماده تقول ما يقدرش يزيد اكثر من 1% لمدة سنتين من المبلغ المذكور في الوثيقة تاع الموثق، صح؟ يعني ما يزيدش أكثر من 1% من الدراهم اللي يكتبهم عند النوتير، في حالة ما إذا ديكلارا. علاه؟ إذا درنا هذا القانون واش يولي التاجر يعني براحته يخدم على بالو باللي ماهوش راح يزيد له، باسكو كاين قانون يحميه. وحاجة واحدة أخرى، التاجر يعاودوا هذوك النقاط كاع يولوا في المصالح تاعو. حاجة واحدة أخرى أنه صاحب المحل يولي ذراع عليه، يعني ركز لي على كلمة ذراع، يولي ذراع عليه يديكلاري المونطون ريال، يولي يديكلاري السومه اللي كرا بها. علاه؟ باسكو يخاف التاجر اللي كرالو انه يخرج له الطريق، صافي لازم يديكلاري باش يولي صاحب المحل ثاني يولي يعني محمي من طرف نفس المادة. يعني مادة، هذه المادة القانونية واش تعطي التاجر حقه وتعطي مول الحانوت حقه وتعطي للدولة حقها. علاه؟ كي نقولوا الدولة يا خاوتي يعني الضريبة، بلا ما ننساو باللي الضريبة من مال الشعب، يعني دراهمنا، فهمتوا؟ ماشي تقول الدولة يعني تروح بها كبيرة، يعني الدولة الجزائرية الدولة تاعنا، بلادنا هذه، صحيح؟ ما تهربوش بعيد، يعني بين قوسين خلوا التعليقات في نفس الموضوع، واللي كانت عنده فكرة ماذا بينا يفيدنا، صح؟ أنا نقدر نقول بعد تطبيق هذه المادة يعني تزيد نسبة الضرائب في التجارة فقط أكثر من 100% بعد سنة من تطبيق هذا القانون. خوتي ربي يحفظكم، ونقولكم ونعاودكم أنا مواطن جزائري حامل بطاقة تعريف جزائرية وذو جنسية جزائرية، أطالب من دولتي بفخر بأن تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار
وما أنا إلا وسيلة لإيصال فكرة لذوي القرار. وأنت عزيزي المتفرج، أنا بلا بيك ما نسواش. بارطاجي وبارطاجي وبارطاجي باش توصلنا للفوق. خوتي يعطيكم الصحة وربي يحفظكم. تحية خالصة من قاطع الهياز للزوالي الجزائري. سلام.